السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا النهاردة مميزة شوية. ليه؟ عشان هنتكلم على اللابتوب فيه كل الصفات اللي انت بتدور عليها. جيل عاشر طبعا، ده جيل حديث، دي اول حاجة انت بتدور عليها. تاتش سكرين وبيلف 360 درجة ومعدن ومعاه لوجو اتش بي الجديد. اللابتوب اللي معانا النهاردة اسمه اتش بي اليت بوك 830 جي 7، النسخة الاي 5 التاتش سكرين اللي بتلف 360 درجة. هنلف اللابتوب اهو. النهاردة هنعمل لكم مراجعة كاملة ليه، هنشوف المخارج والمداخل بتاعته ومواصفاته الداخلية عامله ايه، وكمان هنفتح اللابتوب من جوه ونشوف في ايه. بس قبل ما نبدا بالفيديو ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد من غير ما نرغي كتير. يلا نبدا بالفيديو على طول. اول حاجه هنبدا بيها هي الخامات وشكل اللابتوب. خامه اللابتوب كلها من المعدن زي ما انت شايف كده، ما فيهوش حاجه بلاستيك غير الظهر ده، وغالبا انا شاكك ان هو ممكن يكون معدن. طبعا هنفتحه في نص الحلقه ونشوف برده اذا كان الظهر بتاعه بلاستيك او معدن. طبعا في الكاوتشتين من تحت هنا، دول اللي بيسندوا اللابتوب عشان ما يتهزش او لو انت حاطه على مكتب ما يقعش منك. ظهر اللابتوب هنا هتلاقي كله من المعدن وعليه لوجو اتش بي الجديد، والمفصلات بتاعته قويه جدا زي ما انت شايف كده. هتلف اللابتوب كده 360 درجه، هيشتغل معاك كويس جدا. كمان ممكن تشغله كده بالطول او بالعرض زي ما انت شايف كده. اللابتوب شغال معايا ما شاء الله كويس جدا اهو. كمان اللابتوب الى حد ما رفيع زي ما انت شايف كده، مش تخين قوي. هو وزنه يعتبر تقيل شويه عشان طبعا خامته تقيله او بطاريته كبيره وبتقعد وقت طويل. فسمك اللابتوب زي ما انت شايف كده مش رفيع قوي. في حاجات بتبقى اليت بوك مش 830 بقى، بتبقى 1030 او 1040، بتبقى ارفع شويه من اللابتوب ده. بس الميزه هنا ان اللابتوب ده بيتغير له رامات ال 1030 و1040. من النادر اللي انت تعرف تغير لهم رامات، بس ينفع تغير لهم هارد عادي. النسخه اللي معانا النهارده ينفع تغير لها رامات، ينفع تغير لها هارد، ينفع تغير لها بطاريه عادي. ما بتقولش معاك لا. مخارج اللابتوب ده كتير جدا وكلها جميله غير معظم اللابتوبات الثانيه. هتلاقي هنا مكان لخط او اللي هو سيم كارد، ده برده بيشتغل على حسب المنطقه اللي انت فيها، اذا كان فيها وان او لا. بتبقى فيها اجهزه فيها كارت وان وفي اجهزه ما فيهاش. النسخه اللي معانا النهارده ما فيهاش الوان. كمان هتلاقي هنا سوكيتين لتايب سي، ممكن تشحن بيهم اللابتوب او تطلع بيهم داتا لو انت عايز توصل الموبايل بتاعك او اي حاجه. كمان هتلاقي مخرج هنا للاتش دي ام اي، لو عندك شاشه تلفزيون او شاشه كمبيوتر عايز تعرض عليها بس يكون فيها مخرج اتش دي. وده مكان الشحن بتاعه، ده بيجي معاه شاحن 65 واط، وطبعا بيبقى السوكت بتاعه اسمه بلو بين. لو بصيت من ورا مش هتلاقي حاجه موجوده غير كلمه اليت بوك اللي هي موديل اللابتوب اليت بوك. في الجنب الثاني هتلاقي مكانين ليو اس بي 3، وده يو اس بي سريع جدا يو اس بي 3، ومكان للسماعات لو عايز توصل سماعه خارجيه. وده اللوك بتاعه لما بيتعرض في المحلات بيحطوا هنا قفل عشان ما يتسرقش. نيجي بقى لشكل الكيبورد بتاعه. شكل الكيبورد بتاعه جامد جدا، ودي النسخه اللي انا بحبها اللي ما فيهاش بوينتر في النص، والتاتش باد بتاعتها شبه الابل بالظبط، الزراير بتاعتها من تحت. النسخه اللي معانا النهارده ما فيهاش كيبورد لايت، في منها نسخ بتنزل بكيبورد بينور، في نسخ بتنزل من غير. كمان في نسخ بتنزل دي بتبقى ماكت اللي هي الفينجر برينت، وفي نسخ بيبقى فيها فينجر برينت عادي. دي ما فيهاش فيس اي دي برده، في نسخ منها بتنزل بفيس اي دي وفينجر برينت وكيبورد لايت، وفي نسخ ما فيهاش كيبورد لايت بس فيها فينجر برينت وفيس اي دي. سماعات اللابتوب ده سماعات قويه جدا من الجناب، صوتها عالي قوي ومميز بالنسبه لللابتوبات الثانيه اللي في الفئه السعريه دي. كمان هتلاقي هنا لوك للكاميرا لو انت عايز تقفل الكاميرا عشان ما حدش يخترقها وانت قاعد على اللابتوب. هتلاقي زرار هنا بيروح يمين وشمال، هو عمل لك لوك هنا بيجيب لك زي نقطه بيضاء، ده بيقفل الكاميرا خالص، وبتجيبها يمين كده لو عايز تفتح الكاميرا لو انت عايز تشتغل زوم ميتنج او حاجه. الميزه في اللابتوب ده ان انت لما بتلفه كده بيفصل الكيبورد خالص. يعني انت لو عملت كده خلاص جاب لك هنا رساله ان روتيشن اون، بتدوس هنا كده بيطلع لك كيبورد، هو مش شايف الكيبورد التاني. اول ما بتلف اللابتوب كده وتجيب الكيبورد التاني ده اوريدي بيتلغى وبينزل عشان انت خلاص هو شايف ان انت حطيت الكيبورد بتاع اللابتوب. مثلا لو انت رجعت كده ولفيت اللابتوب اوتوماتيك هو بيقول لك روتيشن اون، يعني مهما دوست هنا هيطلع لك الكيبورد بتاعه. ممكن تكتب هنا احمد عادي او تعمل اللي انت عايزه عادي بالكيبورد ده. كمان ممكن تستخدمه كده بالطول وهتلاقي الكيبورد سلس معاك، بيبقى شبه التابلت بس حجمه كبير شويه. اديني بكتب اهو بسم الله الرحمن الرحيم. هنمسح ده السيرش، نكتب احمد ميجا تور. بص يكتب معايا سريع جدا. لو انت برضو عايز تعمل شات او حاجه هيكتب معاك بسرعه جدا. كمان مش هيشوف الكيبورد الخارجي، يعني مهما دوست على الزراير بص مش بيكتب. هندوس هنا على السيرش، هندوس هنا بص مهما تدوس ما بيكتبش خالص على الكيبورد، ده بيلغيه تماما اول ما بتلف اللابتوب. كمان هتلاقي هنا لوجو اتش بي موجود هنا برضو، موجود من ظهر اللابتوب وموجود من قدام. اللوجو ده جميل جدا ومعظم الناس بتحبه. وكمان اللابتوب نازل باللون السيلفر ان معظم الناس بتحب اللابتوب ده. وطبعا ما تقلقش المفصلات بتاعته مفصلات قويه جدا من الستانلس ستيل، ودي بتعيش عشان بس معظم الناس بتقلق من لابتوبات التاتش، بيفكرها
صغيره زي الموبايلات بتاعت زمان، اللي هو الموبايل اللي بيتفتح بفلاته، فلاتته بتبوظ بسرعه او بتبقى ناشفه معاهم او بتبوظ مع الوقت. مفصلات اللابتوب ده ما شاء الله قويه جدا تستحمل معاك، لان هم عاملين اللابتوب ده عشان يلف كتير والناس اللي بتستخدمه كتير، وده برضه عشان يعيش معاك. واللابتوبات دي ما بتنزلش مصر، غالبا بتنزل الجديده بس بره مصر، بتبقى وارد اوروبا او وارد المانيا. وطبعا الحاجات اللي بتتصنع من الصين لمصر بتبقى خامتها ضعيفه شويه وكلنا عارفين كده، انما الحاجات اللي بتتصنع من الصين للدول الاوروبيه بتبقى خامات وماتيريال اعلى وبتعيش اكتر. كمان اللابتوب ده فيه مايك جامد جدا، موجود هنا مكان فيه خرمين هنا، دول عشان المايك بتاعه لو انت عايز تشتغل اونلاين ميتنج ومش محتاج توصل مايك خارجي، المايك ده هيشتغل معاك كويس جدا لان انت مش محتاج اعلى من كده. بعد ما شفنا المخارج والمداخل بتاعه اللابتوب وخامته وشكله عامل ازاي، دلوقتي جه ميعادنا اننا نشوف المواصفات الداخليه لللابتوب. وزي ما قلت لكم اسرع طريقه تجيب بيها المواصفات، هتدوس ويندوز وحرف الاكس وتدوس حرف التي، هيطلع لك قائمه هنا اسمها تاسك مانجر، تختار منها كلمه اسمها بيرفورمانس دي هيجيب لك السي بي يو اللي هو البروسيسور. عندنا هنا انتل كور اي 5 10210 يو، ده 1.6 جيجا هرتز بيوصل ل 3.5 جيجا هرتز، بروسيسور قوي جدا في الفئه السعريه بتاعته، كور اي 5 من الجيل العاشر، بروسيسور نوعا ما يعتبر حديث شويه، مش جيل سادس ولا سابع ولا ثامن. كمان اللابتوب نازل معانا برامات 16 جيجا من نوع دي دي رام 4، ودي رامات قابله للزياده لحد 32 جيجا. في فعلا بنك رامات بس هو ما فيهوش غير بنك رامات واحد، هتلاقي هنا حاجه اسمها سلوتس يوز، ده سلوتات الرامات 1 اوف 1، يعني ده سلوت واحد 16 جيجا، ما ينفعش تركب جنبه رامه كمان، ممكن تشيل الرامه دي وتركب قطعه واحده 32 من نوع دي دي رام 4، ودي برده نادره شويه مش هتلاقيها في اي مكان، بس انا اعتقد رامات 16 حلوه على اللابتوب ده او على استخدامه. هنبص هنا للديسك الاس اس دي، هتلاقي اس اس دي 256 جيجا بايت، طبعا اري 239 لان اي هارد بيقرا اقل من مساحته. هنخش على الجي بي يو وهي الفيجا، ومهم الناس كتير دي فيجا انتل يو اتش دي جرافيك، دي فيجا مدمجه مع البروسيسور، كارت الشاشه انتل مع البروسيسور الاي 5 العاشر. كارت الشاشه محترم نوعا ما، بس ده مش بتاع جيمز تقيله، انت لو عايز تشتغل عليه فوتوشوب، اوتوكاد 2 دي او الستريتور، او تشتغل عليه تصفح نت او كده، الكارت ده مش هيأثر معاك خالص وهيشتغل معاك كويس جدا. انما لو انت بتدور على كارت بقى يكون فيه جيمز تقيله بيس 22 و24 و25 وحاجات جيمز تقيله، محتاج تاخد لابتوب بكارت الشاشه. ده لابتوب متوسط بيشغل العاب متوسطه بيس 17 بيس 18، ممكن جي تي اي في. وطبعا هنجرب لك على اللابتوب ده الاوتوكاد 2020 وهنجرب لك عليه فوتوشوب. بس قبل ما نجرب الحاجات دي هنفتح اللابتوب من جوه ونشوف فيه ايه، نشوف فيه كام بنك رام، بيشيل كام هارد، شكل البطاريه بتاعته عامل ازاي، في مكان لوان ولا لا. بعد كده هنجرب عليه البرامج دي ونشوف ادائها عامل ازاي. بس قبل ما افتح اللابتوب من جوه ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناه، اكيد انت شايفني بتعب في الفيديوهات شويه عشان اقدر افيدك، وطبعا دي بتاخد مني وقت ومجهود شويه، فما تبخلش عليا باللايك بتاعك الجميل والاشتراك وكمان الشير. يلا بينا نفتح اللابتوب من جوه ونشوف فيه ايه. قبل ما نفتح اللابتوب هنعمل شات داون، ودي اسرع طريقه تعمل بيها شات داون، ويندوز واكس يو يو، هتلاقي اللابتوب ما شاء الله بيعمل معاك شات داون بسرعه جدا من غير ما تدوس على قائمه ستارت وتدوس على شات داون. بص، هي في حاجه في اللابتوب ده ممكن تكون ميزه وممكن تكون عيب، مسامير بتاعته مش مسامير صليبه، دي مسامير نجمه، محتاجه مفك معين عشان مش اي حد يفك اللابتوب ده، ممكن تتبرى معاك لو انت استخدمت اي مفك، فهتجيب المفك النجمه الخاص بالمسامير دي لو انت عايز تفك اللابتوب وتنضفه او تعمل له ابجريد في البيت. هنبدا نفك اللابتوب بسم الله الرحمن الرحيم كده. ودلوقتي فتحنا اللابتوب من جوه ما شاء الله، هتلاقي كل حاجه بقفلتها. النسخه دي اللي ما فيهاش وان، دي كارت الواي فاي بس، الوان بتبقى موجوده هنا، بس دي نسخه نازله من غير كارت وان، مكتوب هنا وان اهو، ودي الكارته اللي بتشغل الخط بتاع الداتا. هتلاقي هنا بنكات الرامات، هتلاقي غطا هنا بسم الله الرحمن الرحيم. بس اول حاجه هنشيل بس كابل البطاريه عشان لا قدر الله ما يحصلش اي مشكله معانا، هنرفع كابل البطاريه كده بس يا ريس. دلوقتي تقدر تفك اللابتوب براحتك وتعمل فيه اللي انت عايزه. هنرفع السوكت ده كده، ده سوكت معدن عشان يغطي الرامات، ودي شركه محترمه جدا بتحافظ على بنكات الرامات بتاعتها. بسم الله، هترفع كده هتلاقي في حاجه اسمها مشقبيه، دي بتركب فيها. ادي الرام اهي 16 جيجا بي سي 4 باص 3200، دي رامه 16 جيجا باص 3200. ممكن تشيلها برده وتركب رامه 32 قطعه واحده لو انت عايز تخلي الرامات بتاعته 32. ده في بنك رامات واحد بس مش بنكين، معظم اللابتوبات بيبقى فيها بنكين، بس كويس ان هم عملوا بنكات رامات في النسخ دي، لان معظم اللابتوبات اللي بتلف اللي هي زي ال 1030 جي 4 وال 1030 جي 3 بتبقى الرامات بتاعته بيلد ان، مش بتتشال وتتركب زي النسخه دي. وده الاس اس دي بتاعه برده ليه غطا هنا، ممكن ترفع الغطا ده، الغطا طبعا ده من المعدن زي ما شايف كده، اس اس دي 256 جيجا، وده ابجريدابل يعني ممكن تشيله وتركب هارد 512 او 1 تيرا زي ما انت عايز. ودي الفانه بتاعته، التبريد بتاعه من ورا هنا، مفيش فتحات تهويه من الجناب زي بقيه اللابتوبات، وفتحات التهويه بتاعت اللابتوب ده من تحت زي ما انت شايف كده، السخونيه بتنزل من هنا على تحت على طول عشان تبرد اللابتوب اسرع. والظهر بالمناسبه طلع معدن مش بلاستيك، احنا كنا مفكرين ده معدن. معظم اللابتوب
اللابتوبات اللي بتبقى معدن كلها بيبقى الظهر بتاعها بلاستيك، بس ده كامل مكمل من المعدن. هتلاقي بس حاجات بلاستيك كده مطرح الكليبسات اللي بيقفلوا بيها اللابتوب. طبعا دي كارت الواي فاي بتاعته، ودي السماعات بتاعت اللابتوب، سماعات قويه جدا زي ما انت شايف كده، البيس بتاعها عالي وبرده تغييرها بسهوله هي. والبطاريه، البطاريه ما شاء الله تخينه جدا، دي وزنها تقيل شويه، ودي هتدي معاك ان شاء الله عمر افتراضي طويل، وكمان وقت لو انت بتستخدم اللابتوب كتير هتلاقي وقتها بتقعد معاك وقت كويس. طبعا بعد ما شفنا الحاجات دي كلها هنبتدي نركب الكفر بتاع الرامات. دي مشقبيه هنا بتركب في الاثنين، بس حاول وانت بتركب طبعا تكون شايل سوكت البطاريه. ركبنا كفر الهارد ونركب كفر الرام. بعد ما ركبنا كفرات كويس هنوصل سوكت البطاريه تاني من اول وجديد عشان نقفل اللابتوب. برده ما ننساهاش عشان في ناس بتقفل وبعد ما بتقفل بتفتكر ان هي نسيت تركب سوكت البطاريه. هنركب كفر اللابتوب كده من هنا، هتلاقي فيه زي كليبسات. الكليبسات دي بتركب من تحت لفوق، يعني انت محتاج تركبها كده الاول من تحت، بعد كده تضغط عليها من فوق. تمام كده، وتقفل المسامير بتاعتك الجميله زي الاول. بعد ما قفلنا اللابتوب هنبتدي نفتحه تاني ونشغله من اول وجديد ونشوف اداؤه عامل ازاي على الفوتوشوب والإليستريتور، وهنشغل الاثنين مع بعض ونشوف اداؤه عامل ازاي. دلوقتي شغلنا عليه الإليستريتور والفوتوشوب وما شاء الله اداؤه شغال كويس جدا. على الفوتوشوب ما اثرش معانا في اي حاجه، بنعمل تصميمات متوسطه، تصميمات زي تصميمات السوشيال ميديا والحاجات دي، طبعا مش تصميمات اليوفت الكبيره، وما شاء الله اداؤه كويس قوي. وكمان شغلنا عليه الإليستريتور في نفس الوقت واداؤه كويس قوي معانا وما اثرش معانا في التصميمات. كمان هنجرب عليه اوتوكاد ونعمل حاجات خفيفه كده على الاوتوكاد. طبعا ده عشان تعرض عليه برضو اوتوكاد لو انت شغال في الريل استيت وعايز تعرض المشاريع بتاعتك على الاوتوكاد للعملاء بتوعك، فما شاء الله هيشتغل معاك كويس جدا، مش هيأثر معاك، خصوصا لو استخدمته كتاتش سكرين او بيلف تعمل زوم ان او زوم اوت بصبعك عادي. كمان اللابتوب ده تقدر تستخدمه بقلم لو انت عايز تكتب او ترسم عليه، هيشتغل معاك كويس جدا بالقلم. لو انت شغال اونلاين ميتنج وبتستخدم الوايت بورد بتاعت زوم كتير هيشتغل معاك كويس جدا ومش هيأثر معاك في حاجه. كمان جربنا نفتح عليه جيمز بسيطه اللي هي بيس 17 وما شاء الله اشتغلت كويس جدا، ما هنجتش معانا. اي نعم هي قديمه شويه بس ده مش بتاع جيمز زي ما احنا قلنا في الاول، دي عشان تتسلى بيها وقت فراغك لو انت خلصت شغلك بدري او محتاج حاجه تسليك لحد ما تخلص شغل. بيس 17 بيس 18 هتشتغل معاك كويس جدا. كمان جربنا عليه جاتا في وبرده كان اداها كويس، بس طبعا ما كناش معلين الجرافيك بتاعها على الاخر، كنا مقللين الجرافيك بتاعها وبرده كان اداها كويس معانا، ما اثرتش معانا في اي حاجه وكانت شغاله ما شاء الله كويس جدا. ودلوقتي جه ميعادنا ان احنا نقول عيوب ومميزات اللابتوب ده. بس قبل ما اقول لك العيوب والمميزات ما تبخلش عليا باللايك بتاعك الجميل والشير بتاعك والسبسكرايب، بقدم لك محتوى جامد جدا بخصوص اللابتوبات الاستيراد خارج. بص يا سيدي، عيوب اللابتوب ده انا هقول لك العيوب الاول قبل المميزات. عيوب اللابتوب ده هي عيوب مش جامده، هي برضو ايه، لو انت اشتريت ايفون جديد او اي حاجه حديثه مش هتلاقي لها قطع غيار بسهوله. عيوب اللابتوب ده ان شاشته لو اتكسرت دي باغه وتحتيها شاشه زي ما انت شايف كده، دي باغه لو اتكسرت مش هتلاقيها بسهوله، يعني انت صعب قوي ان انت تلاقيها وبرضو صعب انها تتكسر. بص انا بخبط على اللابتوب جامد جدا اهو وما شاء الله كويسه وبتستحمل. الفكره ان انت تخبطه بآلة حاده او تحط عليه قلم هنا كده وتنسى القلم جوه وتقفل عليه، ده ممكن يكسر معاك الشاشه وصعب ان انت تلاقي قطع غيار بسهوله. كمان عيب النسخه اللي معايا دي ان هي ما فيهاش كيبورد لايت، او هما بينزلوا نسخ على مزاجهم، او ممكن تكون النسخه اللي معايا دي ما فيش منها كيبورد لايت، او النسخه الكامله اللي هي فيس اي دي وفينجر برينت وكيبورد لايت. النسخه اللي معايا دي ما فيهاش كيبورد لايت، لو كانوا اهتموا بيها وحطوا اللايت في كل الاجهزه طبعا ده مش هيخسرهم حاجه يعني، بس ما اعرفش بيمسكوا في حاجه غريبه ويعملوها ناقصه، ودي طبعا شركات التسويق كلها عارفين الموضوع ده. شاشه اللابتوب ده 13 و3 بوصه، النسخه اللي معانا دي اسمها 830 جي 7، النسخه دي بتبقى 13 و3 بوصه. لو هي فيها 840 جي 7 360 هتبقى نسخه افضل شويه ان شاشتها هتبقى اكبر ملي من دي، وده بالنسبه لي انا. في ناس بتحب الشاشات الصغيره اللي هي 13 بوصه، ده برضو اراء، انا بحب الشاشات المتوسطه اللي هي تبقى 14 ولا منها 15 شاشه كبيره ولا منها 13 بوصه. فرق عن ال 13 بوصه اللي هي 13 و3 ولا 14 بوصه اي نعم فرق تافه، بس دي لو كانت 14 وايد شويه هتبقى احسن بكتير. وده برضو مش عيب جوهري زي ما احنا قلنا، العيب الجوهري بس اللي فيه ان هو بنك رامات واحد بس، كان ممكن يعمل لك بنك جنبه رامات تاني بحيث لو انت حبيت تزود رامه جنبها او تعلي الرامات. هما برضو عاملينه ايه في حدود معينه اللي هو ما تخرجش بره الحدود، اخرك 32 اخرك 16، ما بيحبوش يزودوا عن كده. وطبعا النسخه دي ما ينفعش ينزل فيها اتش دي خالص، ان ده الهارد ده خلاص انقرض ما بقاش حد يستخدمه، والهاردات الاس اس دي دلوقتي كلها بقت بنفس سعر الاتش دي عادي، فدي برضو ما يعتبرش عيب فيه. الميزات في اللابتوب ده ان سعره تصدق
اقتصادي جدا، وخصوصا ان هو استيراد خارج مش جديد، بس الاستيراد خارج لما يكون جيل عاشر بتبقى حالته زيرو زي ما انت شايف كده، مش باين ان هو مستعمل، سبحان الله اكنه جاي جديد بالظبط. كمان اللابتوب ده لو عملت سيرش عليه هتلاقي معدي ال 35000 او ال 40000 جنيه، وطبعا هو بيجي مصر باقل من نص التكلفه، فكويس جدا ان انت تلاقي لابتوب مستعمل بحاله الجديد وكمان اقل من نص ثمنه. وطبعا هقول لكم سعر اللابتوب ده بعد ما اكمل بقيه مميزات اللابتوب. طبعا اكبر ميزه في اللابتوب ده ان هو بيلف 360 درجه زي ما انت شايف كده، وطبعا الكيبورد بتاعه بيتفصل، ودي قلتها في نص الفيديو، وكمان 360 درجه وبتقلب اللابتوب كده تشتغل عليه، شكله تحفه لو انت بتشتغل عليه او تستخدمه كتابلت او حتى تتفرج على فيديوهات في البيت بالمنظر ده، هيشتغل معاك كويس جدا وشكله تحفه، وهتلاقيه هيبقى قوي. كمان اللابتوب فيه كل المخارج اللي انت ممكن تحتاجها حرفيا، يو اس بيات كتير، في تايب سي، في اتش دي ام اي، هم مش مقصرين معاك في اللابتوب، حتى لوك الكاميرا مش مقصرين معاك فيه. كمان هتلاقي حاجه هنا اسمها ماجنتيك بوست، اللابتوب بتحسه ان هو لزق، او ما بتسنده ورا بيلزق، وده اللي بيفصل الكيبورد عن الشاشه او بيخلي اللابتوب بيحس بالروتيشن. شايف زي ما انت شايف كده، بص كده هترجع اللابتوب لورا وتحس ان هو خلاص لزق، ده لزق زي ما انت شايف كده، بص مهما تزقه مش هيتفتح غير لما تضغط عليه كده. دي ماجنتيك بتمسك اللابتوب ده عشان لو انت مسكته حتى كده ما يفلتش منك بسهوله. نيجي بقى لمتوسط سعر اللابتوب ده في السوق المصري. النسخه الكور اي 5 الجيل العاشر مع رامات 16 جيجا و256 اس اس دي، المتوسط السعر بتاعها من 16000 جنيه الى 17500 جنيه برامات 16 و256 جيجا، طبعا على حسب الفرز وحسب المستورد اللي حضرتك بتشتري منه. وده كقيمه مقابل سعر جهاز كويس جدا، الجهاز سعره جديد معدي ال 35000 جنيه، فانت لو حسبت ال 35000 دي النص بتاعها هيبقى 16500 جنيه، فده لابتوب ما شاء الله قيمه مقابل سعر. لو انت بتدور على حاجه تكون بتلف 360 وتاتش سكرين في الفئه السعريه دي وتكون جيل حديث، ارشح لك اللابتوب ده وبشده جدا، لان كل الحالات اللي بتيجي من بره حالات الجيل العاشر بتيجي بحالات كويسه جدا، لان اللابتوبات الجيل العاشر ما فاتش عليها سنين كتير عشان تتبهدل او تستخدم كتير. وبكده نكون ختمنا حلقتنا، اتكلمنا عن اللابتوب الجميل الشيك قوي الاتش بي ال 830 جي 7 اكس 360 اللي هو بيلف 360 درجه. يا رب اكون فدتكم واشوفكم في الحلقه الجايه على خير. كان معاكم احمد من ميجا ستور، اشوفكم في الحلقه الجايه على خير.